مصر العربية عبد الفتاح السيسي. تفضل فخامة الرئيس. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أن نلج أول محاور لقائنا أرجو منك أن ترنو وإيانا عيناك إلى الشاشة وتشاهد هذا الفيديو من شرم الشيخ، علنا بعدها نجترح منك بعض المفردات تعليقا وتعقيبا وتشخيصا وتفحيصا وتمحيصا. عفوا سيادة الرئيس، تحت أمرك. زميلي بيقول لك بص على الفيديو فخامتك. التقارير الصحفية أمامنا تقول بأنكم قد صرفتم 15 مليار جنيه مصري على التحضيرات للمؤتمر، وبالنتيجة مياه الصرف الصحي فاضت. هذا صرف غير صحي فخامة. بص يا حنا، أنا عاوز أقول لك على حاجة. أنا مش بقول لكم كده، لا 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 لا، أنا حبيت أديكم، هي دي القضية. وأنا ياما قلتها، ده اسمه التعلم التجريبي. يعني إنك علشان ضيوف المؤتمر يفهموا إيه يعني الاحتباس المجاري، إحنا قمنا بوضعهم بالتجربة دي علشان يشعروا بالحال. الضيوف بحسب معظم وكالات الأنباء العالمية ذمروا من الشح في الطعام والنقص في ورقة وليد. ما دام في نقص في الطعام، يعني مش هيكونوا محتاجين الورق تواليت. تخطيط ده ولا مش تخطيط؟ اقسم بالله، اقسم بايه؟ لا بالله، انا قعدت 15 سنة ما عنديش غير شطافة، اشرب من الشطافة واستحم في الشطافة. امال ايه؟ مش كده يا جماعة؟ والله. انت بتعرف سيادة الرئيس انه احنا وعائلتنا دايما ننزل نصيف بطابة بشرم الشيخ على سبيل المثال. فعندي طلب صغنن بعد اذن فخامة حضرتك يا باشا، يعني معبر طابة. ليه قديم كده؟ دي مصر. ثم ممكن على الحدود توحدوا تسعيرة اللي هي بيقولوا لها عندكم. صبح علينا بحاجة حلوة يا باشا. شوف يا حنا، أنا هقول لك على حاجة واضحة، وبقولها لكل المصريين. وبقولها لإيه؟ لكل المصريين. أنا هقول لكم على حاجة هنا من قلب برنامج حصاد اللي اسمه إيه ده؟ الفلوس. اسمعوا كويس، الفلوس دي حاجة مش لا 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 لا، انتوا هتعرفوا اكتر مني. وانا بقول لكم لو انتم يا مصريين محتاجين لفلوس، ومن فضلكم محدش ياخدكم للضياع، محدش ياخدكم لإيه؟ للضياع. دي مصر يا جماعة، مصر.